حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تبقوا بخير. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. هتعملي لنا ايه النهارده يا سحر؟ هنعمل النهارده سمك بالبطاطس بتشكيله حلوه جدا، جديده وخفيفه. ولا تقولي لي هحمر، بس يعني ايه تغيير، مش كل شويه سمك مشوي شويه سمك مقلي. لا، هنعمل النهارده تشكيله حلوه قوي. عندي هنا هريسه شطه، وعندي هنا توم هنحطهم على بعض، وعندي هنا عصير ليمون، وكمان خل. هنحط بقى ايه؟ كمون، هنحط كمان ملح، نحط بهارات سمك، شطة وعلى حسب ما انتي عاوزة، واحط كمان شوية فلفل صغيرين. حلوة قوي قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده هنقلبه مع بعض. هبتدي هنا اعمل الصينية بتاعتنا. هنزل هنا جزر، وهنزل كمان البصل بتاعنا والفلفل، وهقول لكم هعمل بيه ايه. هنزل كمان كل اللي احنا حطيناه في السمك، هنبتدي نحطه تاني. كمون، برضو شطة. انا حاسه كده ان ايه الكاميرا مش جايباها كده. حلو كده زي الفل اهو. تمام. هنحط كمان كمون، كزبره انا اسفه، واحط كمان ملح، وهحط كمان حته قرفه صغيره. وكل ده همسكه كده لغايه ما احس البصل بتاعنا خد كل التوابل او طلع ريحته جميله قوي قوي قوي. هتاكلوا صينيه بطاطس تحفه بالسمك كده، حلوه قوي قوي. وهحط كمان الطماطم، وهحط البطاطس، وكله مع بعض هقلبه برضو من تاني. هاخد شوية بس من الخلطة دي عشان احطها فوق السمك. حلو قوي قوي. وهحط كمان شوية زيت صغيرين قد معلقتين، وشوية خلطة من اللي احنا عملناها بتاعت السمك. وكل ده هقلبه كله في بعض. صينية جميلة جدا. وهفرشها كلها كل البطاطس والبصل اهو. هفتح كده السمك بتاعنا ده بولت يا بنات. كل التشكيلة اللي احنا حطيناها عليه هحطها. ادي اللي احنا حطيناه اللي هو الثوم بالفلفل بالبهارات الحلوة اللي احنا حطيناها، جميلة جدا جدا. ودي تقعد معانا كده في الخلطة كده ادي نص ساعة ربع ساعة. مستعجلة قوي خليها ربع ساعة كده، حلوة قوي قوي. هبتدي بقى كمان احط عليها معلقتين برضو زيت كده، حلوة قوي قوي، جميلة جدا. تمام. ده اللي احنا حشناهم بقى هنبتدي نحطهم على السمك. وانا دلوقتي مشغله الفرن. هشغل الفرن، انا طبعا لسه مستنيتوش 10 دقايق. هشغل الفرن واحطه على 180 عبال ما نحطها. ارجع لكم تاني اقول لكم انا هعمل ايه تاني. اهو يا بنات، انا همسك السمك بقى التاني اللي انا هقليه من الضفام وخليه زي الفل. هحط برضو نفس التوم اللي احنا عملناه، توم وفلفل والليمون والبهارات بتاعته ريحته
تحفة بجد. وجايبة كمان مكرونة صغيرة، بس دي بصراحة بتبقى عاملة زي الجمبري اللي هي يا بنات اهي، بصوا صغنطوطة ازاي، جميلة جدا. دي الجمبري بتاعت الغلابة. تمام كده تمام. هاخد السمك بتاعنا الصغير ده، انا مش هحشيه، هاخده كل هخلي شوية عشان احطهم في السلطة اهم يا بنات. وهمسك المكرونة الصغيرة دي كلها واحط عليها اهي، مش هحطها من جوه ولا اي حاجة. احنا كده كده هنستنى عليها تكون ايه اتبلت وبقت جميلة جدا. تمام كده كده سمكنا كله ما شاء الله كله خلص جميل جدا. ولو انت لسه معايا دوسي لي لايك واعملي لي اشتراك واكتبي لي كومنت حلو زي كده يا عسلية، ودوسي على زر الجرس عشان اعمل اي جديد يوصلك. وبشكر كل واحد دخل وعمل لي كومنت كتب لي كلمه حلوه فرحتني. وربنا يا رب يكبر بخاطركم ويفرحكم ويطمنكم على عيالكم كلكم يا رب بالنجاح والتوفيق. هعمل شويه رز صياديه كمان، حطيت هنا شويه زيت وقطعت البصل حلو كده. نعمل شويه رز كمان صياديه يبقى طعمه تحفه. قطعت كمان فصين توم يا بنات حلوين كده، عاوزه تدقيهم ماشي، عاوزه تقطعيهم زي ما انا قطعتهم كده ماشي، بس بصراحه بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. عشان خاطر نحط كمان شويه ملح عشان تبقى البصله بتاعتنا متطعمه، مش هنحط اي توابل الا واحنا جايين نحط الرز. كده البصله بتاعتنا حمرت وبقت حلوه قوي. هحط لها واحده طماطم ودي اختياري براحتك، وفلفل ياخدوا يدوا مع بعض قبل ما احط الرز. مش عاوزه تحطي طماطم ده الشيء يرجع لك انت، بس الصراحه بتخلي طعم تحفه. انا هعمل الرز وابتدي احمر السمك. انا عملت معاكم السمك كذا مره عشان كده مش هعمله معاكم عشان الفيديو ما يطولش معايا. كده انا غسلت الرز هبتدي احطه كده حلو قوي. الرز اللي انت عاوزاه، عاوزه نص عاوزه ربع ده شيء يرجع لك انت. هحط معاه شويه كزبره وملح وكمون على توابل سمك، وابتدي اقلب كله مع بعض ياخد يدي كده مع بعض شويه، وبعد كده نسقيه بميه سخنه. كده حلو قوي. هنبتدي بقى نسقيه بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوبك بس الميه تغطيه. لاحظي ان في طماطم فما تزوديش الميه فيه قوي على اساس ما يعجنش منك. كده حلو قوي اهو. كده هعلي عليه تشرب الميه بتاعته واوطي عليه، وكده حلو قوي الرز. وادي السمك بتاعنا في فرن البوتاجاز والتاني بيتحمر، وان شاء الله هنخلص كله مع بعض بعون الله. صينيه البطاطس بالسمك اهي رهيبه جميله جدا، وريحتها مش قادره اقولك عليها. جربيها وقولي لي ايه رايك فيها، هتشكريني وتقولي لي فعلا يا سحر جميله جدا. وادي السمك انا عملته معاكم زي ما انا قلت لكم، مرضتش اعمله معاكم المحمر على اساس الفيديو ما يطولش معانا. تمام كده. يلا اسيبكم في رعايه الله واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.